مصدر من النادي الأهلي تعليقا على إمكانية عمل صفقة تبادلية مع بيراميدز بشأن ضم إبراهيم عادل في يناير قبل كأس العالم للأندية: كلام غير صحيح، لا توجد أي نية للتعامل مع إدارة بيراميدز الحالية. أكد النادي الأهلي على أن كل ما يقال بشأن إمكانية إجراء أي صفقة تبادلية مع النادي السماوي لضم إبراهيم عادل في شهر يناير، الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة، لأنه خلاص دلوقتي بيراميدز بيتعامل مع النادي الأهلي على أنه المنافس بتاعه، وان دلوقتي بيراميدز لن يوافق على انتقال اي لاعب من عنده الى النادي الاهلي. عشان كده نادي بيراميدز جوه النادي بيقولوا ان دلوقتي المنافس بتاعنا على البطولات الاهلي، اما الزمالك فيجي بعدينا. فالزمالك كمان لو عاوز اي لاعب اساسي مش هنوافق، ولكن نوافق فقط لو لاعب احنا مش محتاجينه هنسيبه للزمالك، غير كده لن نترك اي لاعب لاي منافس لدينا. وكمان النادي الاهلي بيقول ان صفقة ابراهيم عادل مستحيلة، لان بيراميدز عاوز 5 مليون دولار وكمان يبيعوا بره مصر.